if with else، يعني جملة if مع else بتقول للبايثون لو الشرط اتحقق اعمل كذا، لو الشرط ما اتحققش اعمل حاجة تانية. يعني هنا مثلا قلت له x equal 3، بعد كده قلت له if x greater than 5 يبقى print the number is greater than 5، يعني لو الاكس اكبر من الخمسة هيطبع لي the number is greater than 5. طيب else يعني ايه؟ يعني بقول له لو هو مش اكبر من 5 يبقى تطبع لي the number is 5 or less، يعني الرقم 5 او اقل من الخمسة. في المثال دوت الاوتبوت اللي هيطلع لنا the number is 5 or less. if with else بنستخدم جملة if مع else لما يكون عندك اكتر من شرط ورا بعضه. انا هنا بقول للبايثون لو الاكس اكبر من الخمسة هتطبع لي the number is greater than 5، لو بيساوي الخمسة هتطبع لي the number is equal to 5، غير كده هتطبع لي the number is less than 5. if لو انت معاك شرط تاني عايز تتأكد منه، else لو انت خلاص كده قفلت البرنامج انه لو مفيش حاجة من الشروط ديت متاحة انك تقفل البرنامج على كده، او بجملة انت حاططها زي number is less than 5. وفي المثال ده طبعا هيدينا الاوتبوت the number is equal to 5. بعد كده نخش على full example عشان نبدأ نطبق كل اللي احنا شرحناه دوت في مثال واحد. يلا بينا نروح على البرنامج ونطبق المثال ده. هشرح دلوقتي برنامج بسيط بنقيم فيه درجة الطلاب، ولو في حاجة مش فاهمها تقدر تكتب لي في الكومنتات تحت وبرد على الكل. أول سطر معانا وده سطر مكون من 3 حاجات. أول حاجة وهي input enter your grade، أنا بقول للمستخدم رسالة enter your grade بتستنى إن هو يكتب الدرجة. المهم إنه input ديت بترجع بسترينج، يعني ما ينفعش نرد عليه بارقام، فاحنا لازم عشان نخزن ارقام نحطه في انتجر عشان يبدا يرجع لنا برقم صحيح. والفاريبل هو مارك، اسم الفاريبل هو مارك. تاني سطر عندنا وهو انه السطر دوت بدايه شرط اف، بنسال هل قيمه مارك اكبر من او يساوي 85؟ لو الجواب ايوه هنفذ البلوك اللي داخل جوه اف اللي هو برين A، وهنا معنى العلامة ديت انه الشرط بيبدأ من اول 85، يعني رقم 85 برضو معانا. بعد كده معانا السطر التالت، لو الشرط الاول ما اتحققش بايثون بتيجي هنا وتشوف كلمة else اللي هو انا معايا شرط كمان، ودي اختصار لكلمة else if. فهنا بنسأل سؤال كمان لمارك، هل انت اكبر او يساوي 70؟ ونفس الموضوع 70 هنا معانا عشان كلمة يساوي، لو هي صح بيبقى print B. طيب ولا الشرط الاول اتحقق ولا الشرط التاني اتحقق، طب معانا شرط كمان تالت خلينا نشوف هيتحقق ولا لا. فهنا انت كأنك بتسأل لغة بايثون لو المارك اكبر من 85 اطبع لي ايه، طب لو ما اتحققتش شوفها لي اكبر او يساوي 70 اطبع لي بي، طب ما اتحققتش شوفها لي اكبر او يساوي 50 هتطبع لي دي. طيب لو ما اتحققش اي حاجه من الشروط ديت بنبدا نقول له else print if، يعني لو ما فيش اي حاجه من الشروط دي كلها اتحققت بتبدا تطبع لي if يعني راسب. تعالوا نجرب امثله ونبدا ندوس ستارت. لو دخلت مثلا 90 بيبدا يجيب لي الجريد ب A، لو جربت طيب مثلا 72 بيبدا يجيب لك B، طيب لو جربنا مثلا 55 يبدأ يجيب لك دي، طيب لو جربنا 40 يبقى جايب لك اف اللي هي راسب. وبكده نكون شرحنا جزئية الكونديشنال ستيتمنتس ان بايثون اللي هي الجمل الشرطية if و if و else. ولو قدامك اي سؤال انت مش فاهمه تقدر تكتب لي في الكومنتات وبرد على الكل. استنوني في محاضرة جديدة، سلام.